لو نفسك يبقى ليكي سحر وجاذبية خاصة محدش يقدر يقاومها، لو كنتي عايزة تبقي قوية وتاخدي اي حاجة تتمنيها في الدنيا دي وتجيلك لحد عندك تحت رجليكي، تابعي الفيديو ده عشان الفيديو ده ليكي. Why Men Love Bitches ده اسم كتاب مشهور جدا وعامل اعلى المبيعات. الكتاب معناه او ترجمته ليه الراجل بيحب الست اللي بتطلع عينه. طبعا معنى الكلمة بالاجنبي مش كده خالص، بس احنا بنحاول يعني بوصلها لكم باظرف الاكسبريشنز. ليه الرجالة بتحب الستات القادرة، خلينا نقول في المحتوى الاجنبي، في الفيديوهات الاجنبية والكتب والمقالات مصطلح شائع جدا الفترة دي اسمه الدارك فيمينين انرجي، بمعنى طاقة الأنوثة المظلمة. الأنوثة ليها كذا جانب وليها كذا شكل وليها كذا تايب، ممكن تتجسد في الست أو في البنت. ممكن تجسدي طاقة الأنوثة اللايت المضيئة، وهي دي تتمثل في ان انت تبقي مرحة جذابة، دم خفيف، منطلقة، محبة للحياة، بتحبي تجددي، وشغوفه كده وسبورتيف ومتعاطفه امباثاتك مع الناس. بينعكس على لبسك وعلى شكلك. بتحبي تلبسي الوان فاتحه، بتحبي تلبسي دريسات وحاجات جيرلي شويه، حاجات البنات يعني ميك اب لون بينك، روج لون بينك. كل الكلام ده بيعبر عن طاقه اللايت فيمينين. في المقابل في حاجه تانية، نوع تاني خالص من الانوثه اسمه الدارك فيمينين انرجي، وده النقيض تماما. بدل ما تكوني فلافي كده ومرحة ومنطلقة، وانتي هتكوني ست أنانية مغرورة، ست بتفكر في نفسها قبل أي حد، ست عندها هاي ستاندردز وعندها معايير عالية جدا، ست عندها باوندريز وحدود واضحة وصريحة، واللي بيقرب منها مش بس بيكسرها، اللي بيقرب منها هي بتطلعه من حياتها. هي دي الست القادرة، هي دي الست اللي بتاخد اللي هي عايزاه في الحياة. فالنهاردة هنتكلم عن الصفات الأساسية الموجودة في الست اللي بتمثل الدارك فيمينين انرجي. أول صفة وأهم صفة إن الست دي حقيقية جدا. الست دي اللي جواها هو اللي براها، مش بالمعنى الساذج السطحي ان انا اقول اي حاجه تيجي في بالي، لا، بمعنى ان الست دي شخصيتها المخفيه اللي بتبقى معاها في البيت في اوضتها، هي شخصيتها بره قدام الناس. هي مش بتحاول تحسن نفسها قدام الناس، مش بتحاول تبان بيرفكت، مش بتحاول تبان جميله وقطقوطه وكيوت وتحاول تثير اعجاب الناس او تخلي الناس تحبها. هي نفس شخصيتها الطبيعية الحقيقية العادية جدا، سواء عجبت الناس او ما عجبتهمش، هي ما عندهاش ادنى مشكلة في الموضوع ده. فهي بتقلل الفجوة ما بين الشخصية اللي هي شخصيتها الطبيعية الحقيقية اللي بتبقى معاها في البيت، وبين الشخصية اللي معظم الناس بتتقمصها بره البيت او مع الناس الجديدة مثلا، في ان هم يبانوا بيرفكت وحلوين ويبينوا احسن ما فيهم وكل الكلام الفيك ده. النقطة دي بتديها قوة جامدة جدا وبتديها احترام جامد جدا في عيون الناس، وبتثير كده الامبريشن، اعجاب الناس، انه ازاي هي الست دي طبيعية قوي كده، ازاي مش خايفة ان هي تبان في صورة سيئة قدامنا. النقطة دي بتثير امبريشن، بتثير اعجاب واستغراب، وبتثير في نفس الوقت احترام وتقدير، لان كل الناس نفسها تقلل الجاب دي والفجوة دي. تاني نقطة بتتمتع بيها الست اللي بتمثل الأنوثة المظلمة هي انها بتحط باوندريز، حدود شخصية. ايا كانت الحدود دي، ممكن تبقى الحدود دي حاجة بسيطة جدا وتافهة جدا في نظر الناس، مثلا ان هي ما بتحبش تكلم حد اول ما تصحى من النوم. ده مثلا يعني كمثال، ده حاجة من ضمن الحدود الشخصية بتاعتها. هي بترتاح كده، هي بترسم الحدود اللي تريحها في حياتها، لان دي حياتها. هي شخص بيحب نفسه وبيحب ان هي تعيش حياتها بالطريقه اللي هي عايزاها، عشان في الاول في الاخر هي حياتها. فهي مش بتسمح لاي حد ان هو يدخل يحرك قطع الشطرنج على مزاجه. هي اللي بتحط قواعد اللعبه وشروط الحياه بتاعتها والباوندرز والحدود بتاعتها، وما بتسمحش لحد ان هو يعديها. ثالث صفه هي انها واثقه من نفسها. الست دي زي ما قلنا ان عندها سلام نفسي رهيب. هي ما عندهاش اي مشكلة ان انت تعرف اي صفة سيئة عنها، عندها سلام نفسي بشع. يعني هي ممكن اصلا تقولك عيوبها، انا ممكن ابقى مؤذية، ممكن ابقى مغرورة، انا مش عارفة ايه، هي ما عندهاش ادنى مشكلة. وده يقودنا للنقطة اللي بعدها، وهي ان الست دي
وده اللي بيكسبها حتة الداركنس. يعني ده اللي مخلينا نسمي المصطلح باسم الدارك. ان الست دي بتركز على عيوبها، ان الست دي في بعض الاحيان بتتعمد ان هي تتعامل شوية بقلة ذوق، تتعمد ان هي تتعامل شوية بتناكة، شوية بغرور، تدي امبريشن كده للي قدامها ان هي شخص ممكن يبقى مؤذي. ممكن لو قربت منه او حاولت تأذيه هيرد لك الصعصع عين. الست اللي انت بتتعامل معاها دي مش سهلة، ان الست اللي انت بتتعامل معاها دي ليها هيبة وبتعرف تاخد حقها وبتعرف تاخد اكشن. فهي بتتعمد ان هي تظهر شوية من الجانب الدارك بتاعها، مش كتير. يعني هي ما بتبقاش سيئة، ما بتبقاش ست مؤذية يعني ماشية تأذي الناس، لا. هي يعني في وسط الكلام كده، يعني ممكن مثلا تبقوا كويسين وزي الفل، بس شوية كده تروح ايه، تحس ان هي متجاهلك خالص. هي بتتعمد تعمل ده. يعني هي بتتعمد تظهر لك جزء من الجانب السيء، جزء من الجانب مثلا الفظ شويه. مش هيبقى طول الوقت مدح، مش يعني مش زي اللايت فيمينين، او مش زي الست اللي هي البيبل بليزر اللي هي بتحاول ترضي الناس كلها، وخصوصا طبعا شريك حياتها، وتعمل له كل اللي يتمناه من قبل ما يقوله ومن قبل ما يفكر فيه. الست دي على النقيض تماما. هي بتخليك كريفنج، متعطش للمزيد. تديلك حته وفجاه تروح مديالك حته من الجانب السيء، فانت تستغرب، اللي هو يحصل كده شوك، بعد كده ترجع تاني اهتمام، بعد كده ترجع تاني باد وومن. فانت ما تبقاش راسي على حل، فتفضل طول الوقت اتاتشد ومتعلق بيها ومهتم يعني، ومش متوقع ايه اللي جاي. فدي من اهم الصفات الموجوده عند الست دي. خامس صفه، الست دي passionate، ست شغوفة. زي ما قلنا ست بتحب نفسها، وحبها نفسها ده بينعكس على حياتها، بتحب كل حاجة في حياتها. الست دي لو بتكنس، لو بتعمل يعني أسوأ وظيفة في الدنيا، هتلاقيها مستمتعة بيها، هتلاقيها عايشة اللحظة. الست دي بتعيش اللحظة، هتلاقيها مستمتعة ومبسوطة وشغوفة، وبتدي اللي هي بتعمله طاقة، تدي للي قدامها امبريشن ان هي ست حياتها مليانة وفي كل حاجة يعني، شغل وعلاقات وأصدقاء وأهل. هي بتستمتع بكل تفصيلة صغيرة من حياتها، حرفيا هي فعلا كل تفصيلة من حياتها حاجة كبيرة جدا بالنسبة لها. وطول الوقت هتحس ان هي مشغولة، طول الوقت هتحس ان هي عندها حاجات في حياتها مش فاضية. وده بيخليها high valuable woman، ست تحس ان هي ليها قيمة، تحس ان هي بتعمل حاجات في حياتها، هي مش قاعدة زي قلتها، هي بتعمل حاجات. حتى لو الحاجات دي زي ما قلت لك بسيطة جدا، ان هي مثلا بترسم مثلا او بتمارس هواية، بس هتحس ان حياتها مشغولة، حياتها فيها حاجة. النقطة السادسة، ونقطة مهمة ونقطة دارك برضو شوية، الست دي ممكن تبقى متلاعبة manipulating، فبتفهم كويس قوي النيز بتاع اللي قدامها، وبتديها له بطريقة ذكية جدا. وزي ما قلنا في النقطة بتاعة الداركنس، ان هي هتديها لك فترة وهتهتم فترة وهتنطلق معاك وهتحسسك كده ان الحياة حلوة وفيها مغامرات، وفجأة هوب دبل كيك تقطع كل ده. فانت تحس ان انت ايه ده، ايه اللي حصل، تحس ان انت عايز ترضيها اكتر. ده اللي بيخليها تاخد اللي هي عايزاه من الشخص اللي قدامها او من شريك حياتها. اوكي، فدي نقطه من ضمن النقط اللي بتستخدمها في المانيبيوليتنج. طبعا طرق التلاعب كتيره جدا، يعني ده مثال على سبيل الذكر وليس الحصر ولا ايه. المهم ان الست دي بتعرف كويس قوي تفهم عقليه الشخص اللي معاها وتتلاعب بيه كويس جدا، وطبعا على حسب الشخصيه اللي قدامها، يعني مش كل الشخصيات زي بعض. عشان نلخص كل النقط اللي احنا اتكلمنا فيها دي، الفيم فتال او الست اللي بتمثل الدارك فيمينين انرجي، هي في النهايه ست انانيه بدرجه ما. انانيتها دي بتخليها ما تقبلش على نفسها اي حاجه اقل من اللي تستحقه. انانيتها بتخليها تشوف نفسها احسن حد في الدنيا وبتديلها ثقه رهيبه. انانيتها بتخليها تستمتع بكل تفاصيل حياتها وتركز في تفاصيل حياتها، وتبقى بتمارس حياتها بشغف وبحب، وده يخلي الشخص اللي قدامها حابب انه يدخل حياتها، وحابب ان هو يسعى ان هو بيرضيها ويقرب منها. دي علشان انانية برضو، وده بيخليها مش متعلقة بحد، هي متعلقة بنفسها بس. هي دي تاتشد، منفصلة عن اي حاجة في الحياة وعن اي حد. تقدر في يعني بغمضة عين كده تقفل الصفحة وتبدأ صفحة جديدة، لان هي ما عندهاش وقت تضيعه، لان هي عندها حياتها valuable، حياتها مهمة، وقتها مهم بالنسبة لها جدا، لدرجة ان هي مش هتضيع منه ثانية على شخص مش مقدرها. الست دي انانيتها برضو بتخليها
زي ما قلنا ما تقبلش بحد اقل من اللي تستحقه، يعني ما بتقبلش بحاجه، بوظيفه مثلا، بشخص، بصديق، وما بتقبلش بعلاقه اقل من اللي تستحقها. فهي مستعده في اي لحظه تمشي وتقفل الباب وراها. فلو كنتي بنت او ست من الستات البيبل بليزنج اللي بتسعى بكل جهدها ان هي ترضي الناس وفي الاخر الناس ما بترضاش، اللي بتعيش في دور الشمعة التي تحترق من اجل الاخرين، ارجوكي وقفي ده. لو انت عايزه يبقى ليكي تأثير، لو انت عايزه تاخدي اللي انت عايزاه من الناس وبدون مجهود، حبي نفسك الاول، خليكي انانيه، طبقي الصفات دي على قد ما تقدري، امسكيهم حاجه حاجه وابتدي واحده واحده طبقيها، واعرفي قيمه نفسك. هتلاقي كل حاجه تانية بتعرف قيمتك. في الديسكريبشن بوكس هسيب لكم لينك كام كتاب بيتكلم بالتفصيل عن مفهوم الفيم فيتال والدارك فيمينين انرجي. اوكي، ادخلوا على اللينكات تحت واقروا الكتب دي كويس جدا علشان تعرفوا تتحولوا للنمط ده من الستات وللنمط ده من الانوثه الجذابه الجامده جدا. ولايك لو الموضوع ده عجبكم وحابين ان احنا نتكلم فيه باستفاضه اكتر. بس كده، اشوفكم في الفيديوهات الجايه. باي باي.